السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف. يا رب كده يعود عليكم الأيام كلها بخير يا رب، وتكون أيامكم كلها خير وسعادة يا رب دايما كده، ويملى بيوتكم كلها دايما بالخير. انا طبعا خلصنا من الزيتون، كل حاجة ليها موسم فبنعملها وبنخزنها عشان تبقى عندنا موجودة بنحفظها من السنة للسنة. خلصنا من الزيتون وعملناه. قلت بقى ايه، التين خلاص قرب يمشي، لازم اعمل شوية مربى تين بقى كده عشان احنا صراحة بنحب المربى. وقت ما بيكون في موسم الفراولة بعمل فراولة، يجي بقى عليها موسم التين اعمل تين. اي نعم هو مرخص خالص المره دي، بس طبعا احنا مضطرين نعمل عشان ولادنا بيحبوا المربى واحنا بنحبها وكده، وكمان عشان أنا ما بحبش اشتري المربى الجاهزه خالص، طعمها طبعا وحش جدا ومواد حافظه وكده. فانا زي ما قلت لكم على قد ما بقدر بحب ان انا اعمل كل حاجه بايدي في البيت بطريقه مضمونه، بطريقه نظيفه من غير مواد حافظه. كل حاجه سهليها لاولادك وكمان هتنفعهم في ايام المدارس. هنبدا مع بعض نعمل المربى ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا هعمل معاكم 2 كيلو من التين. التين ده طبعا انت جايباه غسلاه حاطاه في المصفى كده زي ما انت شايفه، كميتك على حسب ما انت عايزه. هتعملي 2 كيلو حطي، هتعملي 3 حطي، هتعملي 4 حطي، كل واحده عارفه مقدارها هي بتعمل ايه بتعمل. تمام. المهم ان انت ما يجيش عليكي موسم الحاجه وما تعمليهاش، اعمليها وخلي بيتك دايما عمران بالخير، علشان ولادك يبقوا شايفين دايما كل حاجه في بيتك، كل حاجه متوفره. وعايزه اقول لك هيوفر لك عشان تبقي عارفه كده كده هيوفر لك بدل ما بتشتري مربى جاهزه. طبعا انا جبت التين وغسلته اهو زي ما انتم شايفين، حطيته في مصفى. هبتدي بقى ان انا اشيل الحته اللي من تحت دي وابتدي ان انا اخرطها. انا بحب اعملها متخرطه، سواء اي مربى بعملها، فراوله تين اي حاجه بعملها متخرطه. انت حابه تضربيها في الكبه اضربيها، احنا بنحبها حتت مش بنحبها كريمي. تمام. يعني انت حسب انت وراحتك. بصوا انا بعمل ايه، بشيل الحته اللي من تحت بس اللي هي الناشفه دي، البوز الناشف ده، وابتدي ان انا اخرطها صغير وايه، واحطها في الحله. زي ما انت عايزه تعمليها كريمي اضربيها في الكبه، عايزاها تبقى حتت وبعد ما بتستوي تبقى حتت صغننه اعمليها بالطريقه دي. خلاص خلاص بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي، خرطتها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كل ده طبعا هيدوب وهي بتستوي، فمش ما تقولوش انت مقطعاها كبير، لا، عايزه اقول لكم لما تيجي تفرديها في الساندوتش بتبقى حلوه جدا. 2 كيلو عليهم كيلو سكر، يعني الكيلو بياخد نص سكر. انا دايما بعملها بالمقدار ده، 2 كيلو عليهم عليهم كيلو سكر. انا ولا بتطلع محليه خالص ولا بتطلع مش مسخه، بتبقى مظبوطه جدا ويعني ايه ماسكه وحلوه وجميله. المقدار ده هو اللي هيريحك في السكر. طبعا انا بصوا زي ما حطيت بعد ما خرجت 2 كيلو التين نزلت عليهم بكيلو السكر، اديهم تقليبه كده زي ما انتم شايفين. انزل السكر كده فيها اقلبهم مع بعض في السكر، طبعا هقلبهم تاني، دي تقليبه مبدئيه يعني. بعد كده اعمل ايه، هاخد الحله دي وارفعها على نار هاديه خالص. انا دايما بحب اعمل حاجتي على نار هاديه. كمان المربى لازم تعمليها على نار هاديه علشان المربى بتفور، ولو فورت هتفوري العسل كله بتاعها. بصوا ابتدت ان هي تغلي معايا اهي، بصوا السكر ساح. طبعا شلت المعلقه بعد ما ساح، وايه وزي ما انتم شايفين على نار هاديه. اوعي تعملي اي مربى على نار عاليه هتفور منك والعسل بتاعها كله هيروح. طبعا اي مربى بتعمليها بتعمل رغاوي كده على الوش، سواء مربى فراوله او مربى تين. الرغاوي دي لازم تشيليها. ليه؟ علشان الرغاوي دي لو سبتيها فيها بتقلل من مدة اللي انت لما يعني ما بتقعدش معاكي فترة طويلة. لكن الرغاوي دي لازم تتشال علشان المربى تقعد معاكي من السنة للسنة، دي خطوة مهمة جدا. لازم تشيلي الرغاوي طبعا طول ما انت واقفة في المطبخ، حطاها على نار هادية، تقلبي بايديكي، عملت رغاوة على الوش تشيلي. طول ما انت واقفة في المطبخ عملت رغاوة على الوش تشيلي. انت بتشتغلي مثلا في مطبخك وهي على النار، حاجتك على نار هادية جنبك، بتعمليها بتأني وبالراحة. تمام. بصوا بقى طبعا انا ايدي رايحه جايه بقى فيها، واشيل الرغاوي اللي على الوش علشان ايه، تبقى مظبوطه معايا وايه وتقعد معايا من السنه للسنه. بصوا ادي كده ايه وصلت للخطوه دي. بصوا بقى اما وصلت للخطوه دي اللي انتوا شايفينها دي، زي ما انتوا شايفين كده، كانت ايه يعني كل ما قلت شويه وايه ابتدت ان هي تعقد سنه. تمام. تمام. طبعا هي على النار مش هتعقد قوي عشان هي سخنه، ما تقوليش لا دي سايله، لا. في الخطوه دي بقى بنزل عليها بليمونتين. تمام. ممكن لو عايزه تحطي ملح ليمون حطي، بس بما اننا بنعمل كل حاجه بطريقه موفره والليمون رخيص ومالي الدنيا، فانت اعمليها بليمون، هي نفس النتيجه.
ما فيش اي مشكله. ملح الليمون ممكن يبقى غالي عليكي شويه، لا حاولي خليها اقتصاديه شويه ووفري على نفسك وحطي ليمون، بلاش ملح ليمون. الليمون متوفر في السوق واعمليه. حطيت الليمون وابتدي بقى ان انا اقلبها كده زي ما انتم شايفين، هتبقوا شايفين مع بعض كده. قلبيها وهتبتدي بقى الليمون اللي هو يعودها شويه. بعد ما احط الليمون هسيبها على النار كده يعني 10 دقايق كده بالكتير، وخلاص على كده. بصوا شايفين، عايزه اقول لكم الحته دي دبلت معايا. هتقولي وانتي بتقلبيها هي سايله، طب ما انت اي حاجه بتعمليها على النار سخنه بتبقى سايله. بتسيبيها لغايه لما تفضل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي كده. كانت عايزه اقول لكم المربى بتاعتي استوت وزي الفل، تمام التمام. يعني ما تسيبهاش اكتر من كده علشان ما تغمقش منك وطعمها يغير وتبقى مش حلوه. هي الخطوه لغايه الخطوه دي بعد ما بتنزلي بالليمون تقعديها ربع ساعه بس على النار. وعايزه اقول لكم كانت زي الفل وتمام التمام. طبعا بقى هسيبها تبرد وابتدي ان انا اعبيها في البرطمانات بتاعتي اللي انا عايزاها. ما تحطيهاش وهي سخنه قوي لحسن البرطمانات تفرقع منك. لازم تكون هاديه كده، وتسيبيها تبرد في البرطمانات. وطبعا بعد كده هتشوفي انت بعد كده بقت هي السمك بتاعها عامل ازاي. شايفين؟ شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم لونها وطعمها، سكرها مظبوط جدا جدا جدا، ولونها حلو جدا. عايزه اقول لكم احنا بنعشق المربى. اي مربى بقى، تين، فراوله، ان شاء الله يجي موسم البرتقال وهنعمل مربى برتقال ان شاء الله مع بعض. عايزه اقول لك الحاجه في البيت دي خير وعمار. اي ولادك اي وقت عايزين يغيروا، عايزين ساندوتش، بتطلعي مره تعملي مربى، مره تعملي جبنه، مره تعملي حلاوه. الحاجات دي بتسند مع بعضها. املي بيتك دايما بالخير. الحاجات في البيت احسن ما يكون معاكي فلوس. معاكي فلوس انزلي هاتيلك 2 كيلو تين واعمليهم وحطيهم في برطمانين في الفريزر في التلاجة. بصوا هي ال2 كيلو عملوا لي الكميه دي. ال2 كيلو عليهم كيلو سكر، ما تزوديش اكتر من كده علشان ما تبقاش محليه جدا. وما تقلليش عشان تبقى مظبوطه معاكي. المقدار ده مظبوط معاكي. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، واكون دايما عند حسن ظنكم، واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومه صغيره. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.